افتح شلون بدي اكلها لك افتح كثير كثير والله الفريكة على اصولها. الشيف اكرم سوالنا اياها طعمتها كثير كثير ممتازة. شوف لي على الفريكة هي شلون طالعة، ليك 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 ما شاء الله والله شي بشهي. هي لوين هي لوين؟ لعند اكرم اليوم صح وانا. السلام عليكم. اليوم اكرم بده يعملنا الفريكة على اصولها. تعالوا شوفوا الوصفة وان شاء الله بتعجبكم. عندي طنجرتي العزيزة، عنده كيليين من الفخاد غسلهم مظبوط وهلا بحطهم بالمي مشان يسلقهم. حطينا المي السخنة فوقهم، منشغل تحتهم ومنقش الزفرة وبعدين نرجع لكم. بعد ما طلعت الزفرة وقشينا الزفرة انا عندي بصلة، هيل، قرفة، ورق غار، وعندي هون القرنفل هلا بحطهم فوق منه. غسلت الفريكة 3 وجوه حسب الفريكة اللي عندكم. وعندنا طنجرتنا العزيزة 100 غرام من لية الخروف تعطي دسامة للفريكة. بحط لها معلقتين من السمنة، طبعا سمنة حيواني بتعطي دسامة للأكلة كمان. وهلا بنزل الفريكة وبحمصها مظبوط مع السمنة واللية. بسم الله. حمصنا الفريكة مظبوط. عندي كيليين من المرقة، فيكم تحطوا مي وفيكم تحطوا المرقة. انا مرقة الدجاج نكهتها وبتطلع كتير طيبة. هاي الكيلو الاول بسم الله، وهي الكيلو الثاني من المرقة الدجاج بحطها فوق منه. نحن ملحنا مرقة الدجاج وهلا هي بدها شوية ملح، حطينا لها شوية ملح. واكيد ما بننسى معلقة الزنجبيل بتعطي طعم كتير كتير طيبة. معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، اذا في فلفل ابيض بيمشي الحال. اهم ملاحظة بالفريكة ضروري بس اول ما تنزلوا المية المرقة بنطفي عليها مباشر وبنحط الغطاء عليها وبنكمرها او بنحط لها ورقه ستريتش او بنكمرها مظبوط وبنتركها نص ساعه. بعد نص ساعه بنهدي عليها مظبوط وبتطلع معكم مثل الليره. معلقة سمنة، عندي 200 غرام من اللحمه المفرومه. انا بحب زين وش الفريكه باللحمه المفرومه وبعدين بزينها بالدجاج. هلا بقلي اللحمه بسم الله. استوت عندي اللحمه وهلا بنزل البزاله. طبعا البزاليا مسلوقه وجاهزه. معلقة ملح، نص معلقة فلفل صغيرة. بعد نص ساعة من الوقت هلا بنكشف على الفريكة. طبعا نحن كنا طافينا عليها صار لها نص ساعة تقريبا. بسم الله. شوف شلون حبت الفريكة فتحت وصارت تمام. هلا بشغل عليها على النايس. بسم الله. بنوصل الغاز قد ما فيني. بشغل الغاز وبنوصل للأخير. بحركها تحريكة صغيرة. بسم الله. شايفين ما أحلاها ما شاء الله تبارك الله. هلأ بهدي عليها وبرد بغطيها. بعد ما أكلت نص ساعة ونحن طافين عليها على حرارة المرقة تبعها، هلا شغلنا عليها وبنتركها نص ساعة ثانية وإن شاء الله تستوي ونقدم لكم إياها. ما شاء الله. هلا بحط لها معلقة سمنة حيواني آخر شيء لأنه استوت عنا هلا وصارت جاهزة. المطبخ والروائح نطبخ ونفح سويا. وهي وصفتنا لليوم خلصت. الفريكة طلعت مع الشيف أكرم أكلة طيبة كتير كتير والله ناجحة 100%.
وبالذات الخطوات اللي سويناها بالفريكة عطت طيابة غير شكل، مثل اللي حطيناها بقلبها، واخر شي حطينا معلقة السمن الحيواني عطت دسامة للفريكة غير شكل وروعة كتير والله طلعت. بتشهي الأكلة. امشوا نفس الخطوات اللي أنا سويتها والله وما بتندموا، جربوها وما بتندموا. يعطيكم العافية.